أهلا وسهلا، مرحبا متابعينا الكرام. مرحبا بكم عبر قناتكم قناة بيستيوب، مثلما تعودتم معنا في نقل المباريات الإلكترونية عبر لعبة بياس 2021. أعيد وأذكر السادة المتابعين، سنقوم اليوم بعمل محاكاة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي في يعني دوري أبطال أفريقيا، عفوا دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج يوفا. إذن أعيد وأذكر السادة المتابعين وأكد للمنصة، ننوه بأننا لا نقوم بنقل المباريات الحقيقية ونشر البث الحقيقي، وإنما نهدف إلى عمل محاكاة للعبة بيس 2021 وعمل توقعات للفرق والأندية قبل بداية هذه المباريات، ونتشارك هذه التوقعات مع متابعينا و يعني متابعي منصة يوتيوب عبر هذه البثوث والفيديوهات، لنتشارك توقعاتنا إذا ما كانت صحيحة، ومنه نلتقي بعد نهاية هذه المباراة الإلكترونية عبر لعبة بيس 2021. شكرا لكم. بداية أحداث اللقاء، أوبندا لاعب خطف الأضواء في سن صغير جدا، أظهر قدرات كبيرة في الهجوم وأصبحت أوروبا تقريبا كلها تتحدث عنه. عنده قدرات كبيرة تخليه مهاجم صعب إيقافه بسبب السرعة والمهارة التي يسدد الكرة. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، انطلاقة غير عادية، نجح في اختراق الدفاع، ربما كان يحتاج إلى اللمسة الأخيرة ليكون هدفا رائعا هذا اليوم. فرانشيسكو كونسيساو يلعبها طولية، اللاعب يستلم الكرة، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. فينيسيوس جونيور، ترينت ألكسندر أرنولد يلعب كرة بينية، يحصل عليها أرنولد، يتسبب في احتساب المخالفة، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يستعيد الكرة بسرعة، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يبعدها عن مناطق الخطورة، يبحث عن زميله، كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله، يحاول أن يلعب كرة بينية قوية من مبابي، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. جيكروفا، لويس أوبندا، لمسة على اليسار، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ديفيد، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. الهدف الأول في المباراة، كرة طولية في المساحة الخالية، رمية جانبية إذن. يلعب العرضية، تغيير لاعب على الأجناب، يمر ويلعب كرة بينية. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، تسديدة في اتجاه المرمى إلى خارج المرمى، تسديدة من مسافة بعيدة، الكرة اعتلت العارضة. يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول. على الرغم من قبول هدف في مرماهم، لكن في رأيي الشخصي لا داعي للخوف، لأن عندهم وقت طويل من أجل العودة في شوط المباراة الثاني. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني.
أمام الفريق المنهزم 45 دقيقة، إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. وينجح في استعادة الكرة سريعا، يلعب كرة على اليسار، ينجح في لعب كرة عرضية، موجود لإبعاد الكرة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، لوكاتيل، كيفرين تورام، كوستيتش، تغيير جميل للعب. فرانشيسكو كونسيساو بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة، مرت الكرة بشكل جميل. كامافينجا ممتاز في تشييت الكرة بعيدا، تمريرة بينية. فرانشيسكو كونسيساو، كيفرين تورام، كوستيتش، كرة طويلة إلى الأمام، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. بابي، تمريرة جميلة، كرة عرضية من مبابي، خلص الكرة ونجح في إبعادها. لحظة. إذا متابعينا، وصلنا إلى نهاية هذه المباراة، محاكاة مباراة لعبة بيس 2021 تضمنت فريق ريال مدريد ويوفنتوس. إذا توقعاتنا لهذه المباراة: خسارة فريق ريال مدريد أمام يوفنتوس ب1-0، مجرد توقعات أعيد وأذكر. إذا نلتقي في محاكاة أخرى، ولا تنسوا من مشاركة توقعاتكم في التعليقات. سلام.